السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تلقى منتخب الجزائر لكرة القدم ومدربه جمال بالماضي تحذيرا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بسبب زياراته المتكررة لملعب السلام بمدينة بوواكي، والذي سيحتضن مباريات الخضر في بطولة كأس أفريقيا التي ستنطلق في ساحل العاج يوم السبت المقبل. ويرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه من الضروري للمدرب الجزائري الحصول على إذن رسمي قبل زيارة الملعب، حيث يستغل بالماضي قرب الملعب من فندق إقامة الخضر في بوواكي للقيام بهذه الخطوة. ورفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم الإقامة في منطقة سيتي كان المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا، كونها لا توفر أدنى شروط الراحة والتركيز للوفد الجزائري. بحسب ادعاء الاتحاد الجزائري، ويولي المدرب جمال بالماضي أهمية كبيرة لجهوزية ملعب السلام، خوفاً من تكرار سيناريو الدورة السابقة بالكاميرون، حيث لعب المنتخب الجزائري مبارياته الثلاثة على ملعب غابوما، الذي كان أرضيته سيئة جدا، وكانت أحد أسباب الخروج من الدور الأول. ويبدو أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لا يرغب في تكرار ما حدث في الدورة السابقة، حيث أثار سوء أرضية ملعب غابوما جدلا كبيرا.